مش كل اللي حواليك بيتمنى لك الخير، ومش كل اللي حواليك بيبص لك نظرة احترام. لا، ده في ناس بتبص نظرة طمع، ونظرة كده يعني يا لو تزول النعمة والعياذ بالله. السلام عليكم. تعالوا احكي لكم قصة الفار. النهارده الفار جاي لنا بحكمة جامدة جدا، ولازم نتعلم منه. المهم، كان في فار وعايش كده في قرية، والقرية دي كان فيها مخزن لواحد فلاح، يعني بيزرع قمح ويحط في أشولة ويحطه في المخزن. الفار لقى مكان صغير كده يقدر يدخل منه للمخزن، وبعد كده بقى يخش كل يوم ياكل بدون عناء وبدون اي اجتهاد منه. هو مجرد ان لقى الفتحة دي يدخل ياكل ويشرب ويشبع، وبعد كده يخرج يلعب بقى مع اصحابه والفيران طبعا، او قرايبه او اي حاجة من دي. لحد ما في يوم حس ان الفيران اللي حواليه كده يعني مش مدين له اهتمام، مش معبرينه. فقال ايه ده، اخليهم ازاي يدوني اهتمام كده ويحسوا ان انا بيه، مش زيهم. هم تعبانين وطلعان عينيهم عمال ما بيلاقوا حاجة ياكلوها. المهم، جه في يوم وقال ايه، انا احسن منكم على فكرة. قالوا له ليه؟ قال لهم انا ما بتعبش وما بعملش اي حاجة، وعندي اكل كتير جدا، عندي من خيرات ربنا بقى يا ملذ وطاب. فقالوا له طب ما تقول لنا على المكان ده. قال لهم لا، دي حاجة خاصة بيا. المهم، ده انا عندي وعندي وعندي، وباكل النهارده كذا وبكره هاكل كذا، ولا بتعب نفسي ولا اي حاجة. يلا روحوا وانتوا بقى، التعب والمجهود للناس الصغيرة، الناس اللي على قدها، لكن انا بيه. الفيران بقت متضايقة قوي ان هي طول النهار بتشقى عشان تجيب شوية حبوب صغيرة تاكلها، والفار ده كل يوم ياكل ويسمن ويقعد يتفرج عليهم ويتفاخر ويتباهى ان هو عنده اكل، والنهارده كل كذا وبكره كل كذا وعمل كذا، ويلعب ويتفرج عليهم من بعيد. لحد ما في يوم من الايام المزارع اخد باله من الفتحة اللي موجودة في المخزن بتاعه. قال ايه ده، انا ازاي ما اخدتش بالي؟ انا لازم اشد الفتحة دي احسن تعمل لي مشاكل في المخزن بتاعي. وفعلا سدها وقفلها. الفار مبقاش عارف يدخل يعمل ايه، ولانه مش متعود ان هو يجري على لقمة عيشه او يجري على الاكل بتاعه، ولانه هو سمن فتقل ومش عارف يتحرك كويس، مبقاش عارف يعمل ايه. طب ما انت يا فار كان في مكان وربنا ميسرهولك ورزقك بيجيلك كل يوم، لازم تتباهى وتتفاخر؟ طب انت خدت الطريق السهل، داري على شمعتك بقى، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، ولا دي ملهاش علاقة؟ المهم، لو ربنا فتح لك باب رزق خليك فيه، تصدق اعمل خير لكن ما تقعدش تتفخر وتتباهى وتتصور وتروح وتيجي، وانا جبت النهارده عربيه، وانا جبت النهارده شقه، وانا رحت فين، وانا جيت منين. ما انت مش ضامن كل اللي حواليك بيبصوا لك ازاي اصلا. وده اللي عمله سعيد. سعيد مين؟ سعيد وسامي دول اتنين اصحاب، ومن صغرهم هما مع بعض في الدراسة، في ابتدائي واعدادي وثانوي، حتى الجامعة دخلوا الجامعة سوا. المهم، سعيد خرج لقى ان في عنده ورث كده ابوه وامه سايبينهوله. اخد الورث ده وقعد يتفاخر بقى ان هو ركب العربية الفلانية، فتح الشركة الفلانية، جاب محل في الحتة الفلانية، ويصور نفسه وينزل بقى الصور ويتباهى ويتفاخر، لدرجة ان كل ما سامي يقول له طب تعالى انا عازمك، تعالى نقعد زي زمان مع بعض، يقول له لا 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 لا، ما عنديش وقت، انا رايح الحتة الفلانية هسهر فيها. سامي يتضايق، يقول له طب تعالى تعالى، طب اقعد معايا شوية، ولا نروح نقعد في حتة يعني متواضعة عشان اقدر عليها. سعيد يقول له لا لا لا، دي مش مستواي، انا ما بقعدش في الاماكن اللي زي دي. بس سعيد كان حواليه ناس دايما يسقفوا له ودايما يتقربوا منه ويتوددوا له، ومن كتر التباهي والتفاخر والصور اللي قدام الناس ده راح جه معاه. الناس بقت مش حاقدة عليه، بس الناس ايه ده، ليه يعني عنده كل ده، هو عمل ايه في دنيته، هو ايه الاجتهاد اللي عمله عشان خاطر يبقى عنده كل ده؟ يعني عشان ورث شوية فلوس زيادة يبقى في كل العز ده، واحنا اللي طلعانا عنينا مش عارفين نعمل حاجة. المهم، سعيد وقع، شركاته بقى خسرت، بدأ يبيع في حاجات كتير، كل الناس اللي كانوا حواليه بيسقفوا له ويطبطبوا عليه ويتوددوا له علشان خاطر ينوبهم من الحب جانب، كلهم سابوه، محدش وقف جنبه غير سامي. سامي ابن الأصول عشرة عمره وقف جنبه وقال له مش أنا قلت لك واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان؟ طب مش أنا قلت لك المثل البلدي بتاعنا، داري على شمعتك تقيد؟ بس سامي ابن الأصول ما سابهوش، وفضل معاه لحد ما سعيد وقف على رجليه من تاني.
ولا سعيد ولا الفار اتعلموا لما وقعوا في درس شديد جدا. علمهم ان هم يتحدثوا عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بيها، بس باتزان وبعقل، مش بالتفاخر والفشخرة. مش عمال على بطال اصور حياتي وبيتي زي ما قلت لكم. خلوا بالكم من نفسكم يا جماعة، وربنا يحفظ الجميع. مش كل اللي حواليك بيتمنى لك الخير، ومش كل اللي حواليك بيبص لك نظرة احترام، لا، ده في ناس بتبص نظرة طمع، ونظرة كده يعني يا لو تزول النعمة، والعياذ بالله. ربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.